السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على الجميع وكل عام وأنتم بخير. نبدأ بالخبر الأول. برشلونة يستغل ميسي لحسم صفقة دي ماريا. ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة يزاحم انتر ميلان على التعاقد مع الأرجنتين أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي. وقال موقع كالتشو ميركاتو اليوم السبت أن انتر ميلان يخطط لدفع 50 مليون يورو للتعاقد مع أنخيل دي ماريا من باريس سان جيرمان. ولكن برشلونة وبحسب الصحيفة يود قطع الطريق على انتر ميلان بدفع نفس المبلغ للحصول على خدمات اللاعب، مستفيدا من قدرة مواطني خافير ماسكيراني وميسي على إقناعه للذهاب إلى برشلونة. الخبر الثاني، كونتي مدرب تشيلسي يكشف عن مرشحه للكرة الذهبية. واصل الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي تأكيده رغبته بالبقاء في موقعه الموسم المقبل بعد التقارير التي أشارت لرغبة انتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني بضمه الموسم المقبل. ويأمل كونتي ألا يحدث سوق الانتقالات القادم اختلالا في توازن تشيلسي المالي. وتابع: في الماضي كنت أسأل دائما، ومن وجهة نظري يجب علينا تحسين أنفسنا، وهناك مدربين يحصلون على ما يريدون. وختم كونتي تصريحاته عن حراسة مرمى يوفنتوس الإيطالي جيجي بوفون والذي دربه في يوفنتوس، وقال إنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية لهذا العام. الخبر الثالث والأخير، إيسكو يستثني ميسي من تشكيلة المثالية. استبعد الإسباني إيسكو لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني الأرجنتيني ميسي نجم برشلونة في تشكيلة الأفضل بالنسبة له على مر التاريخ. واحتوت التشكيلة المثالية لإيسكو على العديد من لاعبي ريال مدريد في فريقه الحالي كراموس وبيبي ومارسيلو وكارفاخال، كما اختار اللاعب الإسباني سانتي كازورلا لاعب أرسنال الحالي. وجاءت تشكيلة إيسكو المثالية والتي نشرتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على النحو التالي: في حراسة المرمى إيكر كاسياس، خط الدفاع داني كارفاخال، سيرجيو راموس، بيبي، مارسيلو، خط الوسط زين الدين زيدان، سانتي كازورلا، أندريس إنيستا، خط الهجوم كريستيانو رونالدو، والظاهر رونالدو البرازيلي ويوهان كرويف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.